أهلا بيكم. رواية باب الخروج بتبدأ بعلي شكري بيبعت جواب لابنه يحيى من على ظهر سفينة راجعة لمصر. بيكلمه فيها بيقول له إن أنا ببعت لك الرسالة دي وأنا مش عارف هتوصلك ولا لأ، هتوصلك إمتى، هتوصلك وأنا عايش ولا ميت، مسجون ولا حر، بس أنا بكتبها لك عشان تعرف اللي حصل، وتعرف اللي حصل ده ليه أصلاً حصل. لأن الحقيقة محدش هيبقى مهتم إن هو يقولها لكم، لأن الحقيقة لو ظهرت ناس كتير قوي هتتضرر وناس كتير قوي هتنكرها. مين علي شكري؟ علي شكري كان عايش مع باباه اللي كان شغال في الصين، واتعلم اللغة الصيني، بقى من أحسن الناس المصريين اللي بتتكلم وتكتب وتقرأ صيني. وده ساعده إنه لما رجع مصر اشتغل في واحدة من المؤسسات الكبيرة اللي تابعة للرئاسة في ترجمة كل التعاملات اللي بين مصر والصين. بعد كده دخل قصر الرئاسة وبقى المترجم الشخصي للرئيس وقت ما يكون في أي وفد صيني أو مسؤول صيني. بتمر الأيام وبيجي يوم 25 يناير بتحصل الثورة، لكن علي شكري كان في وادي تاني لأن مامته ماتت في نفس اليوم، ونظراً للأحداث اللي كانت حاصلة معرفش يعمل لها جنازة ولا عزا، واضطروا إن هم يدفنوها في طريق السويس. بعد كده يبدأ كاتب الرواية عز الدين شكري في إنه يشرح الأحداث اللي مرت بيها البلد. المجلس العسكري بيتولى شؤون البلاد، بعد كده بيعينوا رئيس سوري. الرئيس ده ما بيقدرش يساعد البلد إنها تنهض ولا يساعد إن القبضة الأمنية ترجع تاني، وفي نفس الوقت الثوار بيضغطوا على المجلس العسكري لأنهم حسوا إن حقوق الشهداء ما بتجيش والثوار عمالين يموتوا. بتمر الأيام على البلد، بيضطر المجلس العسكري إن هو يسلم السلطة بعد كده لرئيس من الإخوان، لكن الرئيس الإخواني برضه ما بيقدرش إن هو يلحق البلد ولا ينهض بيها. بيحاول يعمل مشاريع لكن البلد ما بتقومش. بيلعب على وتر العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والصراع اللي بينهم وعلاقة مصر بيهم، فبيفتح المعبر، ولكن مصر بتتدبس في مشكلة كبيرة لأن في صواريخ عدت من المعبر في الوقت ده واتضرب بيها مطار إسرائيلي. إسرائيل بترد وبتبدأ تخش سيناء، وأمريكا بتبدأ تفرض سيطرتها وبتفرض الأسطول بتاعها في السواحل المصرية. المجلس العسكري بيخش حرب كبيرة ضد إسرائيل وبيخسر كتير من الموارد وبيخسر كتير من الجنود. الرئيس الإخواني بيدفع المجلس العسكري إن هو يكمل في الحرب، لكن المجلس ما بيرضاش، فبينقلب على الرئيس وبيسلم السلطة لحد جديد. بتمر الأيام وبيستلم السلطة أخيراً حد من الثورة. بيبدأ الأول كوزير للداخلية وبيعمل اتفاقيات وتنظيم ما بين الجيش والشرطة، وبيعمل فرقة اسمها الانتشار السريع وبينظم الأمن في البلد، بيمشي البلد على العجين ما تلخبطوش زي ما التعبير بيقول. بيبدأ يستجيب للمطلب اللي بقاله سنين، ألا وهو محاكمة قتلة الثوار. بتحصل حاجة غريبة في الوقت ده، لما بيحاكم كل المتورطين في قضايا قتل وتعذيب بيلاقوا إن العدد كبير جدا، يصدروا ضدهم أحكام بالإعدام. لكن حتى الناس الثوريين اللي كانوا بيطالبوا بإعدامهم بيتهزوا لما بيلاقوا عددهم كبير قوي، وبيطالبوا إن أحكام الإعدام تتوقف. لكن ما بيحصلش كده، بتنفذ أحكام الإعدام والبلد كلها بتتصدم في حجم الناس اللي ماتت لأنها كانت متورطة في أعمال عنف وتعذيب. لكن برضو البلد ما سكتتش وقامت ضد رئيس الوزراء الثوري وعلقته على مشنقة من المشانق اللي علق عليهم ناس كتير قوي من قتلة الثوار. بتمر الأحداث وبيستلم البلد اللواء القطان اللي هو حمى علي شكري، وبيفكر في فكرة جديدة، وهو إنه يضرب إسرائيل بقنابل نووية. عايز يجيب القنابل النووية دي منين؟ من الصين. بيسافر علي شكري وبيسافر واحد من اللواءات اللي بيثق فيهم جدا اللواء القطان علشان يجيبوا الشحنة بتاعة القنابل النووية. لكن علي شكري وهو راجع بالسفينة بيبعت رسالتين، رسالة لابنه يحيى ورسالة لأمريكا بيقول لهم على تفاصيل اللي بيحصل. علي شكري ما كانش عارف هو خاين ولا وطني، كان عارف إن خطوة زي كده هتودي مصر في داهية قبل ما تودي أي حد تاني في داهية. بيكتب الجواب لابنه يحيى عشان يشرح له كل التفاصيل دي.
وفي نفس الوقت متوقع إن الأمريكان هيهجموا في أي لحظة على السفينة ومش عارف هيعملوا فيه إيه. الرواية دي اتكتبت سنة 2012. كاتب الرواية هو عز الدين شكري، هو كاتب ومحلل سياسي بارز، وهو أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. نشوفكم الحلقة الجاية.